من الحاجات الجميلة والغريبة في نفس الوقت اللي حصلت امبارح ان في بعض الناس نزلوا على الفيسبوك صورة ابو الهول وهو قافل عينيه. طبعا الصورة دي في ناس كتير جدا صدقتها واعتقدت فعلا في حاجة هتحصل، ان في بعض الناس نزلوا بوستات على الفيسبوك ان لو ابو الهول قفل عينيه بيبقى في امر غريب هيحصل. طبعا بغض النظر عن الكلام ده صح ولا غلط، شوفوا بقى المنظر اللي قدامكم في اليوم اللي بعده، كم المصريين والاجانب اللي كانوا عايزين يدخلوا يبصوا على ابو الهول. وده فعلا اللي بيأكد اسم القناة وهي لعبة الاقتصاد، قد ايه ممكن حاجة بسيطة تأثر في اقتصاد معين. يعني مثلا بوست زي ده قد ايه جذب ناس كتير سواء من مصريين او اجانب، ومشى حركة التجارة والسياحة في المنطقة دي عشان يشوفوا حاجة معينة. فهو ده، انا طبعا مش بشجع على الحاجة دي بغض النظر عنها، يعني انا بس بوريكوا قد ايه ممكن الحاجة المعينة البسيطة دي ترفع او تنزل مبيعات مناطق معينة او دول معينة. عشان كده دايما في بعض اقتصاديات الدول او البورصة بتعتمد على بعض الاخبار السياسية او بعض الحاجات او الترندات اللي هتحصل بيبقى متوقع حدوثها. يعني مثلا زي لقاء رئيس معين بدولة معينة، بيبقوا متوقعين بعد اللقاء ده هترتفع مثلا اسهم شركة معينة، هتنخفض اسهم شركة معينة. زي ما وريتكم والفيديو اللي قدامكم قد ايه الناس كانت عايزة تعرف وتشوف، وده طبعا نشط حركة السياحة هنا، وده انعكس طبعا على الاقتصاد. هي معلومة بسيطة لكن حبيت استغل الموضوع اللي ماشي ده واقول احنا استفدنا منه ازاي، بغض النظر ان هو كان كوميك وكلنا ضحكنا، وان اصلا الموضوع ده كان فوتوشوب، وان الصورة المنتشرة دي طبعا فوتوشوب. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.